تخيلي عربية ماشية بسرعة جدا في شارع وفجأة خبطت حد وقعته على الأرض، الحد اتكسر وتوجع جدا. نزل صاحب العربية بيطلب منه أرجوك سامحني أرجوك سامحني، طب خدني عالجني، لا تسامحني الأول، طب مش قادر، لا يبقى أنت مش بتعرف تغفر. ده بالظبط اللي بيحصل معانا أوقات كتير جدا، بيحصل معانا مواقف صعبة وتقيلة وبنتجرح من ناس قد يكونوا قريبين قوي، وبيطلب مننا إنه لازم تسامحيني، لو ما سامحتيش يبقى أنت مش بتعرفي تغفري، يبقى أنت مش بتنفذي الوصية. بس أنا ببقى عايزة أقول من جوايا على فكرة أنا لسه مجروحة، أنا لسه موجوعة، طب خدوني عالجوني الأول وبعدين أول ما أخف أنا هغفر على طول. صدقوني هو ده بالظبط اللي احنا عايزينه النهاردة. أشجعك جدا إنه لو لسه في مواقف في حياتك وجعاكي أو حاجات عديتي بيها ولسه مش قادرة تغفري، اطلعي من إحساس الذنب بتاع إنه أنا مش حلوة، أنا مش عارفة أنفذ الوصية، أنا مش عارفة أغفر، لكن دوري على شفاء، دوري على اتجاه حقيقي مع حد إنه يمشي معاكي رحلة شفاء. اطلبي واسألي وادرسي، أول ما هتخفي صدقيني هتعرفي تغفري كويس قوي. الغفران مش للمجروح، الغفران للأقوى، الغفران للمشفي. الموضوع بيجي الشفاء وبعدين الغفران مش العكس. أشجعك جدا النهاردة دوري على شفاء، امشي رحلة، ما تيأسيش وما تحسيش بالذنب. ربنا عايزك تغفري لكن وانتي قوية ومشفية.